لعنة الحب. لعنة الحب تمثيلية مسلسلة في حلقات، يكتبها إسماعيل عبد التواب، موسيقى الدكتور يوسف شوقي، بطولة ليلى فوزي، عمر الحريري، صلاح منصور ونادية السبع، إخراج مصطفى صادق. اتفضل يا عبد الهادي بيه. بعد ايه يا جليلة هانم؟ بعد اللي سمعته بوداني، ولما انا راجل عجوز قبلتوني ليه لبنتكم؟ اياك عشان الفلوس زي ليلى ما قالت. وانور ابن اخويا كان بيحب ليلى وهي كمان بتحبه وخبيته عليا. كان قصدكوا ايه؟ تكوشوا على فلوسي بس؟ حرام عليكم. ملوش لزوم الكلام ده يا عبد الهادي بيه، احنا في المستشفى. لا له لازمة، مش كفاية بقالي سنة ولا زي لحمة؟ مش داري باللي بيحصل حواليا؟ هو في حاجة حصلت؟ كنت عاوزة ايه اكتر من كده؟ ابن اخويا بيحب مراتي ومراتي كمان بتحبه. فاهمة يعني ايه؟ مش كده يا عبد الهادي بيه. انا سمعت كل كلمة قالتها، ودلوقتي عرفت ليه هو عاوز يهرب من البلد ويسيب مراته. طبعا عشان خاطر الست ليلى حبيبته اللي جات له صدمة لما اتجوزت عمه. حرام عليكم، ده جزاتي. اسكت ارجوك يا عبد الهادي بيه، عيب الكلام. اسكت ازاي؟ انا لازم اتكلم وانتوا كمان لازم تتكلموا. انطقوا، في ايه لسه مخبيينه عني؟ قولوا كل حاجة، قولوا الحقيقة. ايوه انا عاوز اعرف الحقيقة. اتكلموا، انطقوا. عبد الهادي بيه. قلبي هموت قتلتوني. عبد الهادي بيه. يا خبر، دكتور اطلبي دكتور. دكتور يا ماما، دكتور. قلبي. اللي جرى يا ليلى؟ وازاي أزمة القلب رجعت له تاني؟ ما كان اتعالج بره وخف وقلبه بقى كويس. لازم في حاجة حصلت. حصل كتير يا مين. عمك عرف كل حاجة. يعني ايه؟ يعني عرف اني كنت بحب أمي، وان انور كان بيحبني وهيتجوزني، وبعدين جه هو اتجوزني. وبعدين مين اللي قاله؟ ما حدش يعرف الحكاية دي ابدا، وما فيش حد له مصلحة في انه يعرفها. هو عرف بطريق الصدفة. من مين؟ مني انا وماما. كنا بنتكلم في المستشفى وبتخانق مع ماما عشان الفلوس اللي دايما بتدور عليها، وبعدين دخل علينا فجأة وتريه كان سامعنا من ورا البرافان. اتخانق مع ماما وجت له الأزمة. والدكاترة قالوا ايه؟ عنده ذبحة صدرية، ربنا يستر. وبعدين يا ربي احنا مش هنخلص بقى، كل يوم تطلع لنا حاجة جديدة. ربنا عاوز كده. اما قوم الحق انور احسن كان عاوز يجي. والنبي خلي الحكاية دي تفوت على خير يا رب. الو، مين يا فندم؟ انا ايمان. مساء الخير يا دكتور، كويس اللي لحقتك في العياده. اهلا ايمان، زرت عمك؟ ايوه لسه جايه من عنده. تعرف ايه اللي حصل؟ لا احكي لي. الازمه بتاعت قلبه جات له تاني. ازاي؟ عشان عارف كل حاجه. ومن مين؟ من الست ليلى ومامتها في المستشفى. دي حكايه خطيره. وبعدين؟ جات له ذبحه صدريه، وليلى قالت لي ما تخليش انور يروح له. عملتي طيب اللي كلمتيني، لاني هقابله دلوقتي وكنت ناوي اغصب عليه يروح يزور عمه. انا خلاص يا دكتور زهقت قربت اتجنن من الحاجات اللي بتحصل دي. معلش استحملي، انت ياما شفتي وقاسيتي. مع السلامه يا دكتور.
مع السلامه. قلت لك احجز لي امبارح. احنا اتاخرنا قوي يا أنور. يعني اتاخرنا على ايه؟ انا قلت لك ما بحبش اروح سينما ولا زفت. معلش الناس داعينا ومأكدين علينا قوي علشان خاطر بابا. يبقى خلاص ما تقوليليش اتاخرنا ولا ما اتاخرناش، كفايه ان انا جيت معاكي. طب يلا اديله التذاكر. انا كنت فاكر اني مش هشوفك تاني يا حياتي. الفيلم بدأ. سنة بحالها وانا بحارب، كل يوم بقابل الموت واقول مش هشوفها تاني، واديني رجعت علشان القاكي امينة على حبنا. يا حبيبي ايه الكلام الفارغ ده؟ كذب كلام روايات. الله انت بتقول ايه؟ كذب، الكلام ده كله كذب وأونطة، كل الستات كدابين. طب اسكت. الله انور وهي خمسة وهي شوف الله. كنت فين يا انور لغايه دلوقتي؟ وانت مالك؟ بقى دي عامله تعملها تخليني قاعده في السينما وتسيبني وتخرج اجري وراك ما الاقيكش. بس بلاش دوشه. ايه اللي خلاك تخرج من السينما؟ انتم. احنا مين؟ انت مش على بعضك ليه؟ انا احسن منك. طيب نهايته ايه اللي اخرك؟ كنت سهران مع واحده طبعا. واحده؟ راسي. بكرهكم كلكم كره العمى. بكره كل الستات. وانا كمان. وانت اولهم. انا بكرهك ومش عايز اشوف خلقتك كمان. يلا. هي وصلت لحد كده؟ ترجع لي البيت بتتطوح الساعه 3 وتقول لي بكرهك؟ انا مش قاعده لك، والله ما انا قاعده لك. والله ب60 داهيه. لما انت مش عاوزني اتجوزتني ليه؟ بتعذبني ليه معاك؟ مش حرام عليك بنات الناس؟ بص ما تجيبيش سيره البنات احسن. انا بكره كل حاجه فيها بنت او ست. فاهمه ولا لا؟ انا عايزه اعرف الستات عاملين لك ايه؟ بتكرههم ليه؟ لازم في سر. فهمني، تكونش بتحب واحده غيري. فهمني. قصدي بقول لك اخلصي. قلت لك انا بكرهكم كلكم. ما بحبكيش خلاص. وما بحبش حد كمان. خلاص الصباح رباح. بكره اسيب لك البيت علشان تستريح. مع السلامه. ما تزعليش يا سمير، حقك عليا. انا استحملت كتير يا دكتور، وفي الاخر بيقول لي انا بكرهك. ولا بيكرهك ولا حاجه، هو بس كان متضايق عشان عمه عيان قوي فراح يشرب له كاسين خلوه يلخبط. طب وسابني ليه في السينما؟ معلش، اصل انور اعصابه تعبانه اليوم. لا يا دكتور انا لازم امشي من هنا. يبقى انا ماليش خاطر عندك؟ ثم الناس هتقول عليكوا ايه؟ ده يبقى جنان والله. ناس متجوزين ما كملوش 10 ايام ويسيبوا بعض. اعمل ايه؟ هو اللي عاوز كده. لا دلوقتي هخليه يعتذر لك. يعتذر لي عشان يجي بالليل ينكد عليا؟ ايه فايدة الاعتذار؟ انا مش هقعد، ما اقدرش اقعد. انا بعت لماما وبابا. مالكيش دعوه، انا هتفاهم معاه. انت بس هدي اعصابك ومالكيش دعوه. انت لسه هنا؟ قاعده ليه؟ مش قلت انك هتسيب البيت وتمشي؟ حاضر انا ماشي حالا. جرى ايه يا سي انور؟ ما تقولي يا اخي صباح الخير، مالك داخل علينا زي الصاروخ كده؟ انا مش عاوز اشوفها هنا يا اخي بلاش الكلام ده. تعالى بس انا عايزك في حكايه مهمه. تعالى. اسمعي انت، قدامك 5 دقايق علشان تلم هدومك وتسيب الشقه. يلا. انا مش محتاجه لدقيقه واحده، انا هخرج حالا. سيبني يا دكتور. وبعدين ساميه عشان خاطري انا. استني. ايه ده يا اخي؟ ايه ده يا سي انور؟ مش كده. ايه المعامله دي؟ ولما تكون خدامه عندك اذا كنت مش عايزها يا اخي قول لي وانا اتصرف. ايوه مانيش عاوزها. خلاص خش اوضتك والبس عشان عايزك في موضوع. سيبني انا اتصرف معاه. سامي اسمعي يا سامي، انا مضطر افهمك حاله انور على حقيقتها عشان تقدري الظروف بتاعته. انا مش عايزه يا دكتور افهم حاجه، انا عايزه اروح. يا ساميه اسمعيني، انور مر بتجربه وحشه بيعاني منها لدلوقتي، وعفيني من ذكر تفاصيلها، انما اقسم لك بشرفي ان انور معذور في كل حاجه بتحصل منه. عشان كده عايزك تستحملي
ولازم تعرفي انك انت الانسانه اللي بعتمد عليها لانقاذه من الحاله اللي هو فيها دي. ايوه يا دكتور، لكن ده كله على حساب اعصابي. معلش يا سامية، ضحي شويه. خشي اوضتك استريحي، انا هصلح كل حاجه. يلا يا سيدي خشي. خرجت في داهيه. يا سي انور اعقل بقى وبلاش الحاجات الصغيره دي، خلينا في البلوه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ لما نخرج بس. ما تتكلم، هو في حد هنا؟ هي مش خرجت؟ خرجت ايه؟ انا اعتذرت لها دلوقتي ودخلتها في اوضتها. خلاص انا هخش اطردها بنفسي. انور اسمعني، تعالى هنا ما افهمك. ايه؟ انور، عمك عرف كل حاجه كانت بينك وبين ليلى. ايه؟ وهو دلوقتي في البيت جات له ذبحه صدريه وحالته خطيره جدا. احنا لازم نفهمه ان كل الكلام ده كذب، عشان كده لازم سامية تقعد. مش فاهم يعني ايه؟ يعني هو سمع ان ليلى بتحبك وانت بتحبها، فاذا خرجت سامية وسابت البيت هيبقى كل اللي سمعه صحيح، وخصوصا وان حضرتك قلت له انك عايز تسافر وتسيب البلد. طب وعاوزني اعمل ايه؟ تطيب خاطر سامية بكلمتين ونروح لعمك نفهمه ان كل اللي سمعه كذب، وتقول له انك هتقعد في مصر ومش مسافر بره. يعني انت شايف كده؟ ايوه. يلا بينا. يلا. ازاي الحال يا ايمن؟ حالته خطيرة يا دكتور. أنور، ده عمك كان بيسأل عنك. اقدر اشوفه؟ ده مش دريان، مغمى عليه بقاله 3 ساعات ومعاه جوه 4 دكاترة. يعني مش هنشوفه؟ لازم نشوفه. والله اللي يقدر يخش جوه هو الدكتور كمال. اتفضل خش وطمنا يا دكتور. طيب عن اذنكم، خليك هنا يا انور مع ايمن. مين اللي في الصالون الكبير؟ ده ابو ليلى وعمها ومامتها. عاوزين ايه كمان؟ هي جايين يطمنوا عليه ولا علشان يورثوا؟ الله، كمال جاي اهو. خير يا دكتور؟ طمني ان شاء الله يا دكتور. طمني يا دكتور. انور، ايمان، الباقية في حياتكم. غدا موعدكم مع الحلقة التالية من تمثيلية لعنة الحب التي يكتبها إسماعيل عبد التواب، موسيقى الدكتور يوسف شوقي، إخراج مصطفى صادق.